اكتر وصفة جدلية، الكحك القديم ولا الجديد، على السخن ولا على البارد، خميرة ولا من غير؟ انا هقول لكم على كحك الطيبين، الطريقة الاصلية للكحك اللي اتعلمته من ماما. اول حاجة هنحتاج 250 ملي من اللبن، او بالكوب المعياري كوباية لبن، وهندوب فيها معلقة ممسوحة من الخميرة ومعلقة ممسوحة من السكر. هندوبهم كويس ونسيبها على جنب لغاية لما الخميرة تشتغل. بالنسبة لباقي المكونات اللي بتضاف على الدقيق، في ريحة كحك في ناس ممكن ما يستخدموهاش، انا كنت بستعمل مستكة، ده خليط من المحلب والمستكة، ممكن تحطوا فانيليا، يعني في ايدينا ان احنا نغير في النكهات دي زي ما نحب. والسمسم معلقتين كبار من السمسم، ويكون محمص وطازة، ارجوكوا يكون طازة لانه هيفرق جدا في الطعم. المكون الدخيل شوية لبن بودرة، فهنحط معلقتين كبار من لبن البودرة ومعلقتين كبار من سكر البودرة. بالنسبة للدقيق هنحتاج كيلو دقيق، وانا استخدمت الدقيق للكحك والبسكويت، ممكن تستخدموا الدقيق الفاخر برضو هينفع ويكون نتيجته كويسة جدا. هنبدأ بقى نضيف المكونات الجافة اللي احنا قلنا عليها، وادي السمسم يا جماعة محمص طازة، فده مهم جدا، ومعلقة ملح صغيرة، ونبدأ بقى نضيف السمنة المقدوحة. تمام، بصوا بقى نازلة على السمسم ازاي، خطيرة، انا الخطوة دي بحبها جدا، بس طبعا خدوا بالكم علشان بتكون درجة الحرارة عالية. هنبدأ بقى ان احنا نضيف تدريجي ونقلب طبعا بحذر جدا لغاية لما الدقيق يتغلف بكل كمية السمنة. هنبدأ طبعا بالمعلقة في الأول، وبعد كده لما درجة الحرارة تهدى هنبدأ إن احنا نبس العجين بإيدينا، نبسه مش نعجنه، لغاية لما يبقى زي حبيبات الرمل المبلول. في المرحلة دي بقى هنضيف كمية اللبن بالخميرة، ده هنا 250 ملي، وهنزود شوية في الآخر. هنبدأ إن احنا نضيف تدريجي ونلم العجينة، بس نلمها بالطريقة دي بأطراف صوابعنا كده ونبسها زي ما شفنا في أول الفيديو. هنحط الكمية كلها ونبدأ إن احنا نكمل عجين، الموضوع بياخد حوالي 10 دقايق، فنصبر كده ونشتغل بمزاج. هنفضل نبس في العجينة وهنيجي بقى نختبرها. لو عملنا الحركة دي ولسه في تشقق في العجين يبقى هي لسه محتاجة عجن، وانا هنا زودت حوالي 3 ملي كمان من اللبن، يعني كان 247 ملي ده بقى 250 ملي. بصوا بقى شكل العجينة لمت تماما، مفيش فرولة، واختبار العجينة اهو مفيش تشقق كمان، فكده هتبقى جاهزة. هنسيبها بقى تهدى ونبدأ نجهز الحشوات ونجهز الحاجات اللي احنا هنشتغل بيها، وطبعا بقى زي ما تحبوا كله بقى حسب ابداعه يعني. فدي القوالب الكلاسيكية جدا برضو والمنقاش، وفي بقى البصامة دي اللي هي حديثا يعني الكل بيستخدمها. بدأت بالسادة وعملته كده دواير، وبعد كده بعمله بالبصامة، وشوفوا كده شكل النقشة باينة ازاي في الكحك. شكلها حلو قوي، بس اهم حاجة ما تسيبوهوش فترة، لازم يدخل فورا الفرن. اذا حابين بقى بالميزان وبالجرامات فاعملوا كل واحدة يعني ما تزيدش عن 25 جرام، لو حابين ان انتوا تعملوه يبقوا قد بعض. هنا بقى حشيته بالملبن، ادي طريقة الحشو. الملبن برضو ما تحطوش حتة كبيرة قوي، حتة معقولة، وانا عملته في القالب علشان يبقى ده مميز بالنسبة لي ان هو ده المحشي. بصوا شكله حلو جدا، والنقشة ظاهرة ومتحددة، وده طبعا دليل على نجاح الكحك. في بقى كمان حاجة لطيفة جدا جدا، الميني كحك ده يعني حلو قوي، هتشوفوه دلوقتي صغير قوي، ويعني بجد لطيف، البنات عندي بيحبوه قوي، فجربوه برضو، ده حلو وشكله جميل. والحقيقة ان دي فكرة جاتني ان انا دقته من مكان وعجبني قوي، وعجبني الحجم الصغير ده، فجربوه وهتعملوه على طول بعد كده، وهتشوفوا شكله كمان بعد ما بيتحط عليه السكر. انا برضو عملت الشكل ده يعني على سبيل القراقيش، والله كانت لطيفة وحلوة. هو العجينة دي او الكحك ده مقرمش وناعم في نفس الوقت، مش دايب خالص قوي اللي هو بيكون بيدوب تماما ده، لا هو فيه القرمشة البسيطة دي، اللي بيحب يكون مقرمش وناعم في نفس الوقت الوصفة دي هتكون مثالية جدا. كده ده اول حاجة طلعت بقى من الفرن. بصوا بقى النقشة ظاهرة ازاي، طبعا ده دليل على نجاح الكحك. حلوة قوي، هتشوفوه كمان لما افتحه. زي ما قلت لكم هو ناعم وفي نفس الوقت فيه قرشة بسيطة، قرمشة بسيطة، فبجد حلو قوي. بصوا شكله، ده كان السادة، وده الملبن، هتشوفوا برضو الملبن اهو طري من جوه، ما نشفش ما حجرش. وادي القوام بتاعه، يعني طري بيتفتت ولكن
في القرمشه اللي بقول لكم عليها دي. وادي بقى الميني كحك خطير، لازم تجربوا الميني كحك ده، حلو قوي قوي وهيعجب الولاد جدا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، تكون المقادير كمان انا هكتبها لكم في التعليقات، ودي المقادير المظبوطه، وتجربوه وتقولوا لي ايه رايكم. وكل سنه وانتم طيبين وبالف هنا وشفا.